السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد المجيد أحمد، صاحب صفحة بطوطة أكل بيتي. بتشرف بحضراتكم وأقول لكم تعالوا معايا نشم ريحة رمضان وجمال الشهر الكريم. هنعمل النهاردة كنافة محشية كريمة جميلة روعة مع كوباية شاي، أحلى وأجمل غير ريق. برحب بحضراتكم وبقول لكم بتشرف بيكم دايما، يا رب نفضل في مودة وصلة على طول العمر. بتشرف بيكم وبحبكم في الله. ادي الكنافة وادي الكريمة اللي جوه وادي الجمال والروعة، حاجة كده خفيفة ولذيذة تنفع الأولاد تنفع الكبار. يلا بينا تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. حلة على النار فيها كوباية ونص من السكر على كوباية المية وعصرة ليمونة. ده السيرم بتاع الكنافة. هنحط على النار ونسيبه. معانا حلة تانية على النار فيها كوبايتين من اللبن، دي القشطة الكدابة اللي احنا بنعملها، على معلقة سكر واحدة عشان طبعا الكنافة ليها شربات وهتسيب بيها، على معلقتين قشطة من وش اللبن، معلقة كبيرة من كريم شانتيه. نقلب الكلام ده كويس. هنجيب كوباية فيها معلقتين من المية الباردة على معلقتين من النشا، ندوبهم كويس، نقلبهم كويس جدا. نحط كيس فانيليا على اللبن بالقشطة، وهننزل بالنشا اللي احنا قلبناه ودوبناه سنة سنة مع التقليب لحد ما يتقل القوام معانا. القوام بدأ يتقل كده والشربات شغال على العين التانية كده تمام. الكريمة او القشطة الكدابة معانا. ادي الشربات بتاعنا او السيرم بتاعنا عليه كيس فانيليا، ونقلبه ونسيبه يبرد. خلاص كده شربات تقيل. معانا بقى نص كيلو من الكنافة، عليه معلقة سكر بودرة وكوباية من السمنة او الزبدة اي مادة. نقلب الكلام ده كويس مع بعضه. نجيب الكريمة بتاعتنا في فورمة كده، اي فنجان اي حاجة تنفع عندكم فورمة. نفرش طبق من الكنافة ومعلقة من الكريمة ونحط الكلام ده في صينية ونشكل الكنافة كلها بالجمال والروعة دي. نحطها في الفرن تطلع لنا بالجمال والروعة والحلاوة ديت. جميلة هشة لذيذة خفيفة، طعمها جميل جدا، روعة بصراحة. ونسقي بقى الكلام ده بالشربات البارد وهي سخنة والشربات بارد. ننقل بقى الجمال ده كله في طبق ونشوف الجمال والروعة والتسوية. الأرضية عاملة ازاي والوش عامل ازاي والكريمة جوه عاملة ازاي. روعة لذيذة وبسيطة، تمنها عالي في المحلات، لكن احنا بإيدينا ممكن نعملها بتمن رخيص وبسيط وبالجمال والروعة. اتشرفت بحضراتكم النهاردة، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.